مع اختك يا بنتي. ايوه يا خالة. حصل حاجة بينكم؟ لا لا ابدا. ابدا. ازاي؟ قلت ايه يا عم مصطفى؟ حاضر يا بنتي، نامي والصباح رباح. خدي يا بنتي، خدي بطانية اهي وخشي نامي. تعيشي يا خالة تعيشي. هي دي البلوة. بلوة ايه يا ولية؟ انت لسه ما نمتيش؟ انام ازاي؟ وما بتناميش ليه؟ لا تكون جاية على قعاد. جاية على قعاد ازاي؟ مش بتقولك عايزة تشتغل؟ واذا ما عرفتش اشغل؟ ربنا يسهل. يا ريت نقدر نعمل لها حاجة، ده ابوها الله يا سي يرحمه. مصطفى ما قلناش حاجة. يا ريت كان بإذن. كيف ما احنا قادرين نعيش، هنجيب بق معانا كمان. قولي يا رب. ومن الصبح هوديها الفتح الفكهي اللي ماسك المزرعة الجديدة بتاعت محمود بيه، يمكن ربنا يسهل. هتشتغلي ب 15 ساخ في اليوم. نعمة. توصى بيها يا فتحي، يا عزيز علينا قوي. والله انا هعمل كل جهدي. تعيش يا اخوي. هتقطفي عينك تعرفي. اعرف اعمل كل حاجة. مزرعة راجل طيب وامير. وهي كمان طيبة وبنت حلال. انا مش هنسالك جميلك ده ابدا يا عم مصطفى. على ايه يا بنتي؟ وانا عملت شاطرة يا نعم، كلك همة ونشاط. تعيش يا ستات. يلا يا بنات اللي خلصت الضرب يلا. وانت يا نعمة هتباتي هنا في المزرعة مع اللي هيباتوا زي ما اتفقت مع عمو مصطفى، مش كده؟ ايوه يا ستات، احسن مشواري بعيد قوي. ايه العنب اللي وقع كتير قوي؟ فلوس صاحب ده مش حرام؟ هم ليه على رواق. انت يا مين؟ تعالي. ايه اللي جابك هنا في الساعات وبتعملي ايه؟ انت مالك انت يا حسن؟ وانا مالي يعني خليك في حالك وسيبني اعمل اللي بعمله. بتعملي ايه يعني؟ يعني شايفني بعمل ايه؟ بلم على ايد العنب اللي وقع من البنات وهم بيجمعوه. طيب وعليكي من ده بايه؟ انت مش خلصتي يوميتك؟ ايه اللي يغلبك؟ ما تروحي تريحي تنامي لك ساعتين. هو اسمه هو مال كفره؟ مش ده المحصول اللي بناكل من وراه وناخد اجرتنا منه؟ يا سيدي مفيش في الكلام ده. يلا روحي تريحي. تجي في حالي يا حضرة وروح شوف حالك انت. انا ما شفتكيش قبل كده. جيت وقت ما جيت، ما تخليك في حالك وانا في حالي. ما تردي عليا، جيتي هنا انت. واذا ما ردتش يعني هتعمل لي ايه؟ تكلميني كده ليه يا شاطره انت؟ شاطرة ده ايه يا افندي؟ امال اقول لك ايه يا حاجه؟ انت مالكش كلام معايا خالص يا اخينا. ايه اخينا دي؟ امال هقول لك ايه يا امباتي؟ مستفيد. عيب يا فندي، سيبني في حالي وروح انت لحالك احسن لك. ايه ده يا نعمة؟ انت عارفة انت بتكلمي مين؟ يعني هكون بكلم مين يعني؟ واحد متحشر في اللي مالوش فيه. طب بس لا مؤاخذة سعادة البيه، لا مؤاخذة. لا ما فيش. يا لهوي، سعادة الباب. محمود بيه المهندس صاحب المزرعة. صاحب المزرعة؟ لا مؤاخذة يا بيه، ما كنتش واخدة بالي يا بيه. لا ما فيش حاجه، بالعكس انا سعيد بيك كده. يقطع لساني الطويل يا بيه. مع انك جديده في العمل هنا، انما انا حسيت قد ايه قلبك على المكان اللي بتشتغل. مش أشعتنا برضه يا سعادة البيه؟ هتدوها كام يا فندم؟ اتفقنا على 15 ساعة. فيها 25 قرش. تعيش يا بيه تعيش. ايه يا سعادة البيه جرايم؟ ايه في ايه؟ انت هتبوظ علينا الشغل وتقلب علينا البنات ولا ايه؟ ليه؟ 25 ساعة مرة واحدة لحتة بنت لسه أولكش؟ نفذ اللي بقول لك عليه. حاضر يا سعادة البيه حاضر. تصبح على خير يا نعمت يا سعادة البيه نعمت. تصبح على خير يا نعم. وانت من أهله يا بيه. يلا يا بنات اعملوا لكم هنا شوية، احنا داخلين على منتصف اليوم. إلا صحيح أنت شتمتي محمود به للباب من غير ما تعرفي. بس حصل خير الحمد لله على كل حال. احمدي ربنا إنه راجل طيب، لو راجل تاني كان قلب الدنيا. هو إيه؟ هو مش قاعد هنا على طول ولا إيه؟ بيجي يوم ولا يومين في الجمعة بس. عشان كده بقى. عشان كده إيه؟ أصل الصبح بصيت عليه شمال ويمين ما لقيتهوش. ما هو بيسافر في الفجرية على مصر. بيعمل إيه في مصر؟ بيعمل حاجات كتيرة قوي، أصله غني مهندس مش كده؟ مهندس وحاجات كتيرة تانية. ربنا يزيد، ده راجل طيب فعلا. ترى ايه يا اختي انت وهي؟ انتوا هتفضلوا تتحددوا وما فيش شغل ولا ايه؟ ما احنا بنشتغل واحنا بنتكلم يا سي فتحي. طب تعالي هنا اما اقول لك.
عايزني في حاجة؟